انا معايا فكرة مشروع يا جماعة، لو الشباب عملها، بس هي عايزة اكتر من شاب. عايزة مثلا بتاع 4 شباب 5 شباب. لو عملوا الفكرة اللي انا هقول لكم عليها دي، بصوا انا بديكوا فكرة. يعني انا حضرتك بديك فكرة. الفكرة دي انت لو عملتها صح وعملت لها دراسة جدوى ومشيت فيها صح، يعني الفكرة اللي انا هقولها دي مثلا، دي الربح منها انا عايز اقول لكم ممكن يبقى مليارات الجنيهات، بس هي تتعمل صح. وبلاش فكره اللي احنا نقلد. يعني مثلا ابلكيشن النقل الذكي اللي هو اوبر وكريم واندرايفر، شباب كتير قوي حبت تقلد. يعني الشعب المصري مشكلته اللي هو في فئه منه، مش كله طبعا، في فئه منه بتحب تشغل الدماغ. يعني مثلا لقوا شارع، واحد عمل سنترال في الشارع دوت وكسب، تلاقي الشارع كله بقى سنترالات. مشكلتنا في الحته دي اللي احنا بنحب نقلد زي البغبغانات، نقلد وخلاص. طب ما اعمل فكره جديده وربنا هيرزقك منها، وسيب التاني ياكل عيش بدل ما تقطع عليه وتخربوا الشغل كلكم على بعض. مشكلتنا كشعب في الحته دي اللي احنا بنحب نخرب اي مشروع على بعض. فكره المشروع دي اللي انا هقولها يا جماعه بالمختصر المفيد يا ربي، فكره جديده، بس يا ريت تعمل لها دراسه جدوى، ولو اشتغلت صح هتكسبكم مليارات. ده بالنسبه لو شباب، مجموعه شباب عملوها. الفكره كالتالي: حضرتك هتعمل ابلكيشن على جوجل، ابلكيشن العادي خالص على جوجل زي امازون كده وزي نون وزي الشركات دي. بس حضرتك هتشتغل في قطع غيار السيارات. حضرتك دلوقتي هتقول لي انا ما معيش فلوس، هجيب فلوس منين يا عمي واعمل؟ يا حبيب قلبي روح للتجار. بس مش حضرتك اللي هتروح للتجار، انت اولا هتبقى مجموعه شباب. يعني واحد مثلا هيروح ياخد لستة اسعار من التجار او 2 أو 3، لان العربيات دي كذا نوع. في نوع الماني وفي الكوري وفي الصيني وفي الفرنساوي، كذا نوع. حضرتك الابلكيشن اللي هتعمله دوت هيكون عندي حد محترف هيعمله بالانواع دي. يعني مثلا قطع غيار الالماني، الكوري، هكذا. هتدوس مثلا على الالماني، هتختار قطعه الغيار، مثلا هتلاقي انواع العربيات بتاعت الالماني، هتدوس مثلا على نوع العربيه، مثلا فرضنا العربيه بي ام، هتقوم دايس عليها. نوع العربيه البي ام ايه، هتقوم دايس عليه. طبعا ده عايز واحد محترف يعمل الابلكيشن ده. يا جماعه المشروع دوت هيكسب مليارات الجنيهات، وفكره جديده وجميله ومحدش عاملها. حتى لو حد عاملها مش هيعملها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام؟ فالفكره دي عايزه تركيز وعايزه مجهود عشان توصل لكسب المليارات. ما هو الكسب مش بالساهل برضه. المهم نرجع تاني للابلكيشن. حضرتك بقى هتعمل زي ما قلت لك كده خانات للالماني لوحده، الفرنساوي لوحده، الكوري لوحده، الصيني لوحده، الروسي لوحده، اللادا والكلام دوت، كل حاجه. ممكن حضرتك تبدا الفكره بنوع واحد. يعني ممكن تبدا بس بالكوري، بالالماني، بالفرنساوي، ايا كان النوع اللي هيعجبك. بعد كده هتنزل للتجار، هتنزل بقى، عايز تنزل التوفيقيه، عايز تنزل الحرفيين، عايز تنزل للتجار. طبعا زمايلك هم اللي هينزلوا، هيجيبوا ليستات بالنوع اللي انت اخترته، لستة اسعار، وتحاول ان انت تجيب احسن سعر. تمام؟ بس وهتقوم حاطه فين؟ في الابلكيشن. اصبح اللي انا كعميل هخش الابلكيشن. هو بس الفكره كلها اللي انت هتعمل دعايه للابلكيشن ده. لما معكش فلوس تعمل دعايه، هتخش على الجروب اللي انت بدات، مثلا انت بدات بالكوري، هتخش على الجروب بتاع الكوري، طبعا جروبات العربيات بتاعت الكوري، وهتقوم منزل الابلكيشن بتاعك، تعمل له دعايه. او مثلا على جوجل ب 2000 جنيه او 3000 جنيه او 5000 جنيه هتعمل دعايه للابلكيشن بتاعك، هيجي لك زباين. وابدا واشتغل. تمام؟ وهتكسب من وراه. انا اديتك الفكره اهي، ابدا بقى انت واشتغل. والله العظيم يا جماعه في افكار كتير جدا وافكار جميله جدا وتجيب مليارات الجنيهات. بس احنا بنحب نقلد، بنشوف حد بيعمل حاجه نجح فيها نقلده لحد ما نفشل كلنا. يا ريت يا جماعه اللي شاف الفيديو دوت يعمل له شير. لو انت مش هتعمل الفكره دي يمكن غيرك يعملها. خلي بالكم والله انا ما بكسبش من ورا الفيديوهات دي، والله العظيم ما باخد جنيه، وربنا هو الشاهد عليا. احنا بنعمل الحاجه دي ابتغاء وجه ربنا، احسن من اي فلوس واحسن من اي حد. تحياتي للجميع.